بعد أن انتصر سندباد على الثعبان الكبير، وصل البطل الصغير إلى وادي النيل. ياه، ما أكبر هذا النهر! فعلا ياسمينة، يمتد طوله على 6000 كيلومتر من منبعه حتى البحر المتوسط. ياه، نعم، سمعت ذلك من أبي. سندباد، أنت إنسان مثقف جدا. غريب، أنا واثق من أني سمعت بوجود مراكب تنقل الناس إلى الضفة الأخرى. ماذا؟ تريد أن تقطع النهر؟ نعم، أريد أن أقطع الجبال، أن أقطع البحار في السفن، وأن أقطع الأنهر. ما أروعك، كل ما تقوله يبدو جميلا، لكني لا أرى أي مراكب. انظر سندباد، هناك أرى مركبة. ماذا يفعل هذا الرجل يا ترى؟ يبدو وكأنه يلعب. يبدو الأمر صعبا. ماذا تفعل من فضلك؟ كما ترى أنا أطعم. هل توجد أسماك هنا؟ لا تكن غبيا، إن الأسماك لا تأكل العشب. إذا ماذا تفعل؟ إني أرمي الطعام للجمل. هذا الجمل كيف صار هناك؟ لم يأكل شيئا منذ البارحة. عفوا، هل لك أن ترمي إليه بواحدة؟ أنا؟ هات. من المخجل أن تطال مسافة قصيرة كهذه. تذكر أنك لم تقدر أنت أيضا. دعني أحاول ثانية. للمرة الثانية لم تنجح. عندي فكرة، سأخذها واحدة واحدة. خذ الآن، يبدو أنك جائع. ماذا أيها الجمل؟ أكلتها كلها؟ سأحضر لك غيرها. لم يعد عندك طعام؟ أنا آسف، رميتها كلها في النيل كما ترى. ما سر وجود الجمل هناك؟ القصة تطول. أنا أعمل على نقل الناس هنا يا ولدي. هذا عملك أيها الشيخ؟ نعم، هذا عملي، واسمي علاء الدين. السيد علاء الدين؟ أشعر كأني سمعت هذا الاسم من قبل. هذا ممكن، لأني كنت رجلا شهيرا في الماضي، لأني كنت واليا على إحدى الدول. ماذا؟ كنت واليا؟ نعم، بفضل المصباح السحري. مصباح حسن؟ نعم، هو نفسه، حصلت عليه قبل 50 سنة، وبفضل المصباح أصبحت واليا في لحظة واحدة. إذن كيف صرت تعمل على نقل الناس؟ هذا أيضا حصل بسبب المصباح. نلت عقابي على سوء استعمالي لسلطة المصباح السحرية. البلد المجاور أطاح بحكمي بينما كنت أعيش حياة ترف وكسل، ومن حينها ضاع مني المصباح، وصارت حياتي حياة تشرد وتنقل، أظنها إرادة الله سبحانه وتعالى. وحين وصلت إلى هنا قبل شهر تقريبا، عرض علي الأهالي أن أعمل على نقل الناس من ضفة إلى ضفة، لكن نقل الناس دون مركب مهنة بلا جدوى. ماذا؟ ما عندك مركب؟ البارحة جاءني تاجر مع هذا الجمل وصعد إلى مركبي. يا شيخ، أيمكنك أن تجدف بسرعة أكبر؟ إذا أردت. بالمناسبة، هل تعرف أن تحل الأحاجي؟ لا تكن مزعجا، جذب بسرعة وإلا فاجأنا الظلام.
لا أستطيع أن أبلغ بك الضفة الثانية إن لم تكن بارعا في حل الأحاجي. ما هذا؟ إياك أن تمزحني. هدئ من روعك. سمعت عنه مرة، يبدو أنه سيظهر الآن. من الذي سيظهر؟ في الواقع ما رأيته بعيني أبدا. هل هذا المكان مسكون؟ اسكت وإلا لن تسمع الأحجية. أهلا بكما، هذه هي الأحجية. نجدة. إذا أردت النجاة حاول أن تحل الأحجية. لم أفكر في حياتي إلا بكيفية كسب المال. إذا لم تحل الأحجية. لا سأحلها. اسمع إذن، له 4 أقدام عند الولادة، وقدمان حين يكبر، و3 أقدام حين يصبح عجوزا. ماذا يكون؟ أعطني واحدة أسهل. لا تقدر أن تحلها؟ أرجوك أعطني الجواب، سأدفع لك ما تريد. حلها بنفسك. إنه الجمل. خطأ. الحصان، البقرة، لا الغزال. لا تجب دون تفكير. في لحظة واحدة ارتفع النهر وغمر المركب، فوجدت نفسي على الشاطئ والجمل الصغير كما تراه. أظنهم عرضوا علي هذه الوظيفة لأن أحدا غيري لا يريدها ما دام وحش النهر يظهر هنا. ولكن ماذا أفعل؟ أنا خائف. وماذا حصل للتاجر؟ أعتقد أن التاجر انتقل إلى العالم الآخر برفقة الجمل الكبير. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى يا بني. ما رأيك يا سندباد لو نساعد الجمل الصغير؟ موافق، يجب أن نفعل شيئا وإلا مات الجمل جوعا. حاولت كل الوسائل الممكنة، لكن أظن أننا لن نقدر على نقله إلى الشاطئ دون مركب. عندي فكرة، لنصنع طوافة. ولكن من أين نحضر المواد اللازمة؟ سأبحث عنها. أيها الجمل الصغير، سنساعدك قريبا. سندباد، هذه تنفع. عظيم. حاول بعد يا سندباد. انتبه من الوقوع. قليلا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ستكفي الصلاة الآن. ليس لنا غير الصلاة حين يغضب واحد من تماسيح النيل. يا إلهي يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مؤلمة. لما كنا نعرف أن الأمور ستنقلب إلى كارثة. سندباد ما زال حيا، ما زال حيا. سندباد، هذه أنا ياسمينة، تشجع. ليتني كنت رجلا. سندباد، سندباد، سندباد. ماذا حدث؟ كادت تمسح النيل تقضي علي. أشعر أن هناك من ساعدني. هذا أنا. أنت وحش النهر. لن أتركك تغرق في النيل قبل أن أطرح عليك أحجية، وإلا شوهت سمعتي. إليك هذه الأحجية. انتظر قليلا، سندباد لم يستعد بعد كل وعيه. اسكتي أنت. هات الأحجية، أنا مستعد. هيا اسمعني. له 4 أقدام عند الولادة، وقدمان حين يكبر، و3 أقدام حين يصبح عجوزا. ماذا يكون؟ بسيطة، هذه أحجية أبي الهول. ماذا؟ تعرف هذه الأحجية؟ طبعا أعرفها. الحل هو نحن البشر. الإنسان يمشي على 4 حين يكون طفلا، وعلى 2 حين يكبر، وعلى 3 حين يصبح عجوزا ويحمل عصا. يا خبيث، أنت أكثرهم ذكاء. سأنقلك إلى الضفة الثانية. يا إلهي، إنه تمساح. لا تخف، كل تماسيح النيل من أتباعي. هو الآن خذ المركب إلى الشاطئ. هيا. انتظر، أريد أن أنقل الجمل الصغير إلى هناك. إن أردت إنقاذ الجمل عليك أن تحل أحجية ثانية. أحلها. انسحب يا سندباد، لا تنسى أنك نجوت قبل قليل. هيا، اطرح علي الأحجية. ها هي. الجسد أطول من ثعبان كبير، كان البارحة في الجبال، وهو يقطع الصحارى اليوم، لكنه سيكون غدا في البحر. ماذا يكون؟ يكون... أجبني، ماذا يكون؟ سندباد، فكر بهدوء، فكر بهدوء. يظهر أنك لن تقدر على حلها. الانتظار مضيعة للوقت. هيا، أغرق الجمل في النيل. عرفتها، الحل هو النيل. ماذا؟ اسمع، الجسد أطول من ثعبان كبير، كان البارحة في الجبال، وهو يقطع الصحارى اليوم، وسيكون غدا في البحر. إنه النيل. جوابي صحيح يا وحش النهر، أليس كذلك؟ ولد محتال ووقح. والآن عليك أن تنقذ الجمل. انتظر، هناك أحجية أخرى. إنه لا يقبل بالخسارة. تتراجع عن وعدك يا وحش النهر؟ لا، سأحفظ وعدي. أقترح عليك إذا عرفت الأحجية الثالثة لن أكتفي بإرجاع السفن التي أغرقتها، بل أغادر هذا المكان. هذا أكيد؟ لا يا سندباد، لا تجعله يخدعه. طبعا أكيد، وإن عجزت عن حل الأحجية أقتلك. اتفقنا؟ اتفقنا. ويحك يا سندباد. والآن إليك الأحجية الأخيرة. اسمعني جيدا. وحيد عند الولادة، وحيد حين يكبر، ووحيد حين يصير عمره 100 عام. ماذا يكون؟ هات الجواب يا ولد. حل الأحجية قبل أن تحجب الغيمة وجه القمر، وإلا ستموت في النهر، وإلا ستموت. الأفضل لك أن ترضى بالموت مستسلما. أعطني قليلا من الوقت يا وحش النهر. لا، الآن استعد.
يا تماسيح المفترسة. لحظة من فضلك يا وحش النهر. أبا أنت أيها العجوز، لا فائدة من الدفاع عن حياته. لا، هذا الولد ترك الجواب الثالث على الشاطئ كما تعلم. ترك الجواب هناك؟ حاولت ألا أضيع الجواب، لكني لا أقدر أن أراه الآن في الظلام. أرجوك يا وحش النار، امهله حتى الصباح كي يعثر على الجواب. إنه محتال كبير، أليس كذلك؟ لن أشوه سمعتي بإغراق إنسان في النهر يكون قد ترك الجواب على الشاطئ أبدا. يا ولد، أحضر الجواب حين يطل الصباح، هل فهمت؟ حاضر. إياك أن تحاول الفرار، تماسيح يراقبونك طوال الليل. ما هو الشيء الذي يكون وحيدا منذ الولادة؟ الإنسان والحيوان عندهما رفاق. الحل الأول كان الإنسان، والثاني كان نهر النيل. الإنسان والنيل، وبعد يظهر أنها أحجية صعبة جدا. يا إلهي، أطل الفجر. الإنسان النيل. إيلان يا سندباد، إيلان على أتين. ياسمينة، لقد عرفتها، لقد عرفت الأحجية، لقد عرفت الحل. اخرج يا وحش النهر. ماذا وجدت يا ولد؟ كان وحيدا منذ الولادة، ووحيدا حين ينمو ويكبر. إنه وحش النهر، إنه أنت. كيف استطعت أن تعرف؟ الحل الأول كان الإنسان، والثاني كان النيل، والباقي هو أنت وحش النهر. هزمتني، لم أرى إنسانا ذكيا مثلك من قبل. هزمتني. انتظر يا وحش النهر، هل تتراجع عن وعدك؟ لا، سأحفظ وعدي، سأحفظه. سبحان الله، وحش النهر أعاد المراكب التي أغرقها من قبل. والآن هيا نساعد الجمل الصغير. هيا إلى الشاطئ الآن. كيف تشعر الآن أيها الجمل؟ الآن أصبحت مهنة نقل الناس من ضفة إلى ضفة مهنة رائعة. إنه وحش النهر. يغادر هذا المكان. أعطى إشارة خاطئة فجعل الأمطار تهبط فوق الصحراء. سندباد، انظر، قوس القزح. لن يتعلم، سيبدأ اللعبة من جديد في مكان آخر.
لقد عاد كل شيء إلى ما يرام. سأترك هذه الوظيفة. تترك؟ وماذا ستفعل؟ يا سندباد، سأقول لك ماذا أفعل. سأرافقك في جميع أسفارك يا ولدي. تسافر معي؟ هذه أيضا إرادة الله.